رئيس غير شرعي لمصر؟ أنا قلت ده أكتر من مرة وما زلت عند رأيي. هو فقد الشرعية بأركانها الأربعة، الشرعية الدستورية والقانونية، لأنه خرج على الشرعية الدستورية التي أتت به رئيسه. لا، المحكمة الدستورية أنا ما بتحدث عنها، أنا بتحدث عن موقفي الشخصي، وأنا قلت الكلام ده وأنا نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وربما كان هذا القشة التي قسم الزهر. البعض يقولون إنه قام بإحالة 7 من القضاة على التقاعد وكل الأمور التي حصلت حول المحكمة الدستورية، لأنه كان في هناك أو يخطط أو يطبخ في المطبخ المحكمة لطرح الثقة وإسقاطه. غير صحيح هذا بالمرة. والمحكمة الدستورية في إطارها المنضبط جدا على المستوى الدستوري والقانوني لا تمارس إلا الاختصاصات المنصوص عليها في القانون. قد ايه بيشبهوك القضاة الآخرين؟ يعني هو كل قضاة الدنيا فيهم مدرستين، في مدرسة للقاضي الصامت ومدرسة للقاضي المتحدث. القضاة ال7 الذين استبعدوا الحقيقة قد ايه بتشبهوا بعضكم؟ هم الأحدث والأصغر سنا، وفي ذات الوقت جميعهم من حملة الدكتوراه من المحاضرين في جامعات العالم. كل هذا معناه إيه؟ ما اختلفناش حول إمكانياتهم، بنفقد المحكمة جزء اللي جزء قد ايه انتم بتشبهوا بعضكم؟ قد ايه بتشبهوا بعضكم بتفكيركم؟ قد ايه بتشبهوا بعضكم بانتمائكم؟ قد ايه بتشبهوا بعضكم بوجهة نظركم؟ لا، كل منا مختلف عن الآخر، لكن يجمعنا أننا كنا جميعا الأحدث والأصغر سنا والأكثر جرأة، وقدرتنا بتشكل قوة ضاربة في المحكمة ولها تأثير ودور، وبالتالي فهذا تفريغ من المحكمة الجزء اللي هو دايما الشباب أكثر جسارة. تعتبري أنه القضاة الباقيين الذين تم استبعادهم كانوا ضحية تهاني الجبالي لأنه كانت هي المستهدفة الأولى في هذا الموضوع، يعني فراحوا هم الضحية؟ أنا أعتقد هذا. والحقيقه اما يعني حسيت بانه المساله هي استهداف. يعني انت عايشه عندك ذنب تجاههم اليوم؟ يعني انا كنت اتمنى انه يفصح عن هذا فيصبح خروجي انا من المحكمه، وكان ممكن يبقى بقرار مني ويحتفظ المحكمه بقوتها الضاربه، لان هذه ملك للشعب المصري. لكن الاخطر من هذا انه تفريغ المحكمه الدستوريه من التشكيل القائم لانه تشكيل مستقل، دي كانت اول خطوه. الثانية ستكون بتخفيض السن. تخفيض السن هيخرج الجزء الباقي، ثم النص الدستوري بقى ادى لرئيس الجمهورية منفردا الحق في انه يختار ويعين. إلى أي مدى أنت حاقدة على الرئيس ماهر البحيري؟ لا إطلاقا، لا طبعا، ده أستاذي وأنا بحترمه احترام كبير جدا، ويعني علاقتي بيه علاقة على المستوى الإنساني والمهني هو يعلم جيدا قدرها. يعني مش صحيح مين قال ان ممكن يبقى بيني وبين اي حد في المحكمه الدستوريه اي ضغينه؟ المحكمه الدستوريه في النهايه علمتني الكثير، وقضيت 10 سنوات من عمري قاضي دستوري، شفت فيها تريديني الان هؤلاء ان اصدق انك لست غاضبه منه، لست يعني ما عندك ملامه عليه، يعني كي لا نقول حاقده، كلمه حقد لا. لها تفسير كبير على الاطلاق. ما في يعني عندك ما في أي ملامة، ما في لا على الإطلاق عتب؟ لا على الإطلاق. أنه لم يتصدى لهذا القرار؟ لا على الإطلاق. أنا أصله عارفة كويس أنا قد إيه القضاء المصري ملتزم وقضاء راسخ. أنا رفعت دعوة أمام المحكمة الدستورية العليا ببطلان الوثيقة الدستورية وعدم دستورية إجراءات خروج ال7 أعضاء من المحكمة، والدعوة منظورة ومحدد لها جلسة يوم 12/5 أمام هيئة المفوضين. إذن المحكمة كهيئة ستتحول يوما للقاضي الذي يحكم في هذه الدعوة، وبالتالي فلا يجوز أن تكون طرفا فيه إجابة